السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في مطبخ لولا كيتشن. ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وتكونوا كل بخير ان شاء الله يا ربي. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم تحلية سهلة وبسيطة وسريعة التحضير بمكونات جد بسيطة، تصلح تقدموها لضيافكم وكذلك للسهرات الرمضانية تاعكم من أروع ما يكون. وباه تتحصلي على هذه النتيجة الرائعة ما عليك غير تتبعي معايا الفيديو من الأول حتى الآخر باه تشوفي طريقة التحضير وكذلك المقادير. نقولوا بسم الله ونروحوا نبداو على بركة الله. ولتحضير هذه التحلية عندنا باكي تاع فلان بذوق الفاني، انتم خيروا أي نوع أو أي نكهة تفضلوها، وكذلك لتر من الحليب نروح نفرغوه في كسرونه او في برمه تكون غارقه ونضيفوا معاها، ونضيفوا كذلك ساشي تاع الفلان بذوق الفاني. وكما قلت لكم تقدروا نتوما تضيفوا اي نوعيه تفضلوها. نفرغوها ونضيفوا عليها ملعقتين يكونوا كبار من النشاء. وبالنسبه للحلاوه اذا حبيتوها تكون حلوه اكثر تقدروا تضيفوا 3 ملاعق يكونوا كبار من السكر حبيبات. انا بالنسبه ليا ما نحبهاش حلوه ياسر، وانتم لكم الاختيار تحبوها حلوه ولا ناقصه حلاوه. ونروحوا هنا نرفعوها على النار حتى تعقد، وبعد ما تعقد ويختار الخليط معنا نروح نفرغوه في ريسيبيون ونغطيوها بالبابي فيلم اون كونتاكت باه ما تشكلناش هذيك القشره، ونروح نخليوها حتى تبرد تماما. ضروري جدا حتى هذا الخليط يبرد باه نقدروا نكملوا الخطوات المواليه. وهنا خاوتي بعد ما برد الخليط نتاعنا يكون بارد جدا نروح نديروه بالملعقه فقط كما هكا ونضربوه بالبراميكسور حتى ينسجم ويولي لنا قوام كريمي. تقدروا هنا تستعملوا الباتور كما تحبوا. نخلطوه مليح مليح بهذا الشكل. وهنا نروح نوجدوا لا كريم شانتيي، نخيروا النوعيه الممتازه. نحكم هنا كاس من الكريم شانتيي راح نضيف عليها كاس غير ربع من الحليب يكون بارد جدا او الماء يكون بارد جدا، ونطلعوا بالخلاط الكهربائي حتى نتحصلوا على قوام يكون كريمي. هنا خلاص نروح هنا بعد ما طلعنا الكريم شانتيي نروح نضيفوها على الكريمه ونمزج كلش مع بعضه بهذا الشكل ونتحصلوا على قوام يكون خفيف. درك نوري لكم رائعه جدا هذه التحليه سهله التحضير وكذلك بنين عسل. ننصحكم خاوتي انكم تجربوها. وهذا خاوتي هذا هو القوام اللي لازم نتحصلوا عليه. كما قلت لكم يجي خفيف نوعا ما متماسك. نروح هنا نجيب البلاطو اللي راح نعمل فيه التحليه، وهذا هو النوع البسكوي اللي راح نعمله من الداخل. انتم خيروا اي نوعيه تكون عندكم ولا النوعيه المفضله، ماذا بكم تكون هذا النوع السامبل واللي ما يجيش حلو. ونحكم هنا كميه من الحليب يكون دافئ اللي راح نغطس فيها البسكوي، ونحكم نستفو في البلاطو. راح ندير هنا طبقتين باه يجي نوعا ما خشين، يعني الطبقه تكون خشينه. نستفوه بهذا الشكل. بعد ما كملنا ستفنا البسكويت تاعنا نروح ندير طبقه من الكريمه، نديرو طبقه لاباس بها بهذا الشكل. نطرحها جيدا، نسويوها جيدا ونروح كذلك
نديرو طبقتين من البسكوي مرة أخرى، رنخهم في الحليب ونعاودو كذلك نستفوهم بهذا الشكل، يعني طبقة بطبقة. وإذا حابين البسكوي تاعكم ترنخوه في القهوة لكم الاختيار، راح يجي كذلك بنين كما تحبوا. نواصل هنا خاوتي نستفو الكاطو تاعنا، نديرو طبقتين ونعاودو زيد نحطو الكريمه من الفوق. وهنا خاوتي اذا ما زلتوا تشوفوا الفيديو لحد الساعه ما درتوليش لايك، ديروا لايك وفعلوا زر التنبيهات. واللي دخل جديد وشاف القناه لاول مره نقولوا اشترك ومرحبا بك معنا، خليوا عائلتنا تكبر، وبارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم لكي تعم الفائده، فضلا خاوتي وليس امرا. هنا بعد ما كملنا ستفنا الكاطو تاعنا او البسكوي، نروح زيد نديرو طبقه ثانيه كما قلت لكم تاع الكريمه، نديرو طبقه لاباس بها بهذا الشكل ونسويوها جيدا. ونروح هنا نزينها من الفوق بطبقه اخرى من البنان، نحطه بهذا الشكل، راح يعطيها طعم رائع جدا. نقطعوهم رقيق، وقادرين كذلك خاوتي تعوضوا البنان بالفريز، تقطعوه رقيق وتحطوه من الفوق بهذا الشكل، او تستغناو نهائيا على الفواكه كيما تحبوا. هنا بعد ما كملنا ستفنا البنان تاعنا، نروح نوجدوا الكريمه اللي رايحه تكون الطبقه الاخيره في التحليه تاعنا. عندنا ملعقه من الفلان بذوق الليمون، راح يعطيها طعم اكثر من رائع. ونضيفوا معها ملعقه من النشاء، ونضيفوا كذلك كأس مملوء من الماء، ونروح نرفعوها على النار ونخليوها تعقد. بعد ما تعقد نخلطوها شويه حتى تبرد، من بعد نضيفوها من الفوق بهذه الطريقه، ما نضيفوهاش وهي سخونه، نخليوها تبرد تماما. من بعد نضيفوها من الفوق ونوزعوها جيدا على السطح ونحطوها في الثلاجه تبرد. والتحليه تاعنا خاوتي راهي واجده، راح تجي رائعه جدا وبنينه. هنا راني درت 2 بلاطو، شوفوا تجي ما شاء الله شكلا ومذاقا رائعه جدا. نتمنى من كل قلبي انكم تجربوها وتقولوا لي في التعليقات رايكم، وما تنسونيش خاوتي باللايك والبرطاج. إذا عندكم أي طلب أو أي استفسار اكتبوه لي في التعليقات، وبإذن الله نلبيه لكم. وما قعد لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى بإذن الله. السلام عليكم.